كيبدا الفيلم ديالنا مع بنوته صغيره سميتها بيل وكتكون في واحد السطح عالي باش توكل الحيوانات ديالها. شويه كيجي عندها واحد الحيوان صغير فيه الجوع وتبع ريحه الماكله وكيبقى فيها بزاف وكتذوق من الماكله اللي عندها وكتعرض عليه ينضم لمجموعتها وكتعرفوا بنفسها وبالحيوانات ديالها. كتشرف لافي وكتقول ليه باللي حتى انت خص يولي عندك اسم خاص بك بحالهم، هادشي علاش انا غادي نسميك جولدن. وكتعرفوا على المدينه ديالهم اللي سميتها فوجي بيرل وكتقول ليه باللي الشعار ديال هاد المدينه الا كنتي باغي تبني شي مدينه خصك ضروري تعرف النبلاء فين عايشين. ومن بعد كيتفرجوا في الامير رونالد اللي ما بقى ليه والو ويولي هو الملك حيت صافي كبر وولا في السن القانوني. وفي هاد الفتره اللي كان كيكبر فيها كان الوصيه للحكم هو السيد تريستان، كان هو الملك في بلاصتو بيد ما نوصل للسن القانوني. ومن بعد كتمشي بيل هي والحيوانات ديالها باش يجيبوا الماكله وكنشوفوا واحد من حراس المملكه سميتو كروبر كيدير فخ باش يصيد به اللي كيسرقوا الماكله. وكتكون بيل شايفه شنو طاري وكتشفر الماكله وتهرب وهي متنكره باش ما يعرفها حتى حد شكون هي. وهنا كنشوفوا السيد تريستان وهو جالس في القلعه وكيهضر مع راسو وكيقول باللي هو من هذه 15 عام وهو اللي حاكم هذه المملكة وكيبقى على هذا الحال حتى كيوصل موعد الاحتفالات في القصر. وكتكون بيل باغيه تدخل للقصر حيت الداخل كاين بزاف ديال الماكله وحاجات زوينه بزاف والحراس كيخليوها تدخل. وكتبدا تتفرج على العرض اللي دايرين بمناسبه تتويج الملك وكيكون من ضمن هذه الفرقه واحد المهرج سميتو غاغلر ولكن كيكون ما كيضحك حتى حد. كيبدا يهضر مع عمو واللي في نفس الوقت كيكون هو قائد الفرقه كيعرض عليه هذا الشيء اللي ناوي يدير في العرض. ولكن عمو كيقول ليه الله يهديك وليدي راك غير كتخربق، راه حتى حد ما غيضحك على هاد الشيء وخصوصا على هاد المونيكا اللي لابس في يدك. وكتكون بال شايفه وسامعه كاع الحوار اللي طرا وكيعجبوها الحركات اللي كيدير غاغلر بالمونيكا وكتبدا تضحك. وغاغلر كيسمع صوتها وكيمشي عندها يشكرها وكيقول لها بلي هذه اول مره شي حد في حياته يضحك على شي حاجه انا كنديرها. وفي هذا الوقت كتوصل السيده إليانور عمة الامير رونالد وكتكون جايه خصيصا باش توقف معاه في النهار الكبير بالنسبه ليه وكتقول ليه باللي بهذه المناسبه خصك تعرف ان باباك الملك قبل ما يموت كان مخبي كنز ودابا هاد الكنز راه ولا من حقك. وطبعا بال كتكون سبعه كل شيء وكتبغي تاخد هاد الكنز ولكن لسوء حظها كيشوفوها الحراس وهي مخبيه وكتسلق اماكن في القلعه وهي ما عارفاش فين راها. شويه كتلقى راسها في واحد المعمل فيه مواد سحريه وكيميائيه وكتبقى كتفرج على كل حاجه في المكان هي وحيواناتها. ولكن جولدن كيطيح شي مواد كيميائيه مع بعضياتهم بلا ما يكونوا مستوعبين ولا عارفين شنو هاد الشيء. واحد شويه كيسمعوا صوت كيكون السيد تريستان والامير رونالد وكتجري هي وحيواناتها كيتخباو وكيطلع السيد تريستان ومعاه الكلب ديالو وكيقول للملك اوه هذا نهار كبير ومميز حيث انت هو اللي غادي تولي الملك، ولكن قبل خصنا ضروري نشرب واحد المشروب مع بعضياتنا احتفالا بهذا الحدث التاريخي. ياخد واحد الماده من هادوك اللي محطوطين قصدا منه باش يسمم الامير وكيقول ليه وانت كتستمتع بهذا المشروب خليني نعاود لك واحد القصه. وكيبدا كان يا مكان زمان واحد الولد صغير كان حلمه يولي ملك فاش يكبر، لكن بسبب الظروف اللي ما عاوناتوش قرر ما يستسلمش ويدير اي حاجه باش تخليه يوصل للحلم ديالو. وبسبب هاد الشيء تعلم السحر من المعلمه ديالو ومنين كبر قرر يسمم الملك واتهم الساحره اللي علمته السحر انها هي اللي دارت هاد الجريمه البشعه. والحراس شدوها ونفاوها في الغابه الملعونه وهكا خوات ليه الساحه وولا هو الملك لمده 15 سنه كامله. وكيشوف الامير وكيقول ليه باللي هادي قصتي انا شخصيا. وكيعرف الامير بلي تريستان هو اللي قتل ليه باه وكيسمع صوت وكيلقى بال وصحابها سمعوا وشافوا كل شيء وكيقول لها باللي انا مستحيل نخلي شهود ورا ظهري. والمفاجأة أن الأمير كينوض وما كيكونش مات ولكن تحول لواحد الخليقة ما تشوف فيها لا موحمة لا شادة في حبل ولا نصو قطة
ونصو في الروج. وكيفهم تريستان باللي كاين شي حد خربق التركيبات السحريه ديالو. كيطلع كروبر اللي اصلا كيكون في الاول كيجري مربال باش يشدها حتى هو، وكيطلب منه تريستان يشدها، وكيقول ليه باللي راه هي اللي حولات الامير لهاد الصفه. وكيجري كروبر من مرابال، هي تجري وهو يجري، هي تجري وهو يجري، والامير المتحول ما عرف شنو يدير وخرج حتى هو يجري مع بال. وكيتخباو في واحد القنت، وكتقول بال للامير انها غادي تعاونو يرجع لسيفتو الحقيقيه، ولكن بشرط انك تعطيني الكنز اللي عاودت لك عليه عمتك. وفي الاول الامير كيرفض وكيمشي، وهو حاليا ما كيهدرش حيت في الروج مشى عند عمتو على اساس انها غادي تعرفو، وعمتو خافت منه وضرباتو وهرب. رجع عند بيل وفهمات بهذا التصرف اللي دار انه موافق على شرطها. وكروبر كيوصل لبال وكتسرق اللبسه د الاميرات وكتلبسها. وكيجي كروبر وكيسولها على واحد البنت هربات من هنا، واش ما شفتيهاش؟ كتقول ليه كيفاش بنت ولا ولد؟ اش داني انا لهاد الشيء؟ ما شفت والو، انا راني اميره، واش ما عرفتينيش؟ كيحلف ليها باللي ما عرفهاش وكيعتذر منها. ايوا شويه كيجيو الخدم هزوا دوك الطباصل وطلعوا بهم للحفله، وكتبعوا بال بالزربه باش تعتقوا. وكتلقى العرض الكوميدي اللي داير غاغلر والفرقه ديالو. ومنين كتشوف الامير فوق الطبله كتغمز الحيوانات ديالها باش يتحركوا، وكتمشي جهه الشرجم وكتقطع واحد الطرف من الحبل، وهاد البطل كيقطع السلك اللي رابط التريه بالحيط وكتطيح للارض. كتجر الطبله بداك الحبل اللي قطعات، كتفرقع الشرجم، والطبله كتجر معها غاغلر. كينوضوا يكملوا طريقهم، وكتقول بين للامير انها خصها تمشي للغابه الملعونه باش تقلب على الساحره. وغاغلر كيقول لها باللي انا ابتداء من هاد اللحظه ضيعت خدمتي، يعني ما بقى عندي ما يدار، بالتالي نقدر نمشي معاك نعاونك. وكترفض، وكيهددها باللي الا ما بغاتش غادي يفضحها قدام الحراس ويقول لهم باللي هي ما اميره مستحمص. وكتخاف وكتبدا تسيس معاه. ايوا كيبقاو غاديين ما خلاو منين دازو، وكيصاوب ليها واحد التمثال صغير من الحجر وكيعطيه ليها كهديه. ايوا ما كتعبروش، زعما غرور الاميرات. وفي هذا الوقت كيكون تريستان كيقلب على القتاله فين ما كان شي صعصع مقطع الوراق كيجمعوا باش يشكل فريق ويمشيو ويقلبوا على الامير ويقتلوه. وكيعطي لهذا الفريق بزاف د الفلوس وكيعطيهم مواصفات الامير والكليكه اللي معاه. وكنشوفوا هنا الابطال ديالنا واخيرا قدروا يوصلوا للغابه، وكيبداو البحث ديالهم على الساحره. كيشوفوا العفايس ديال الرجلين وكتخرج لهم وهي طايره على الشطابه. لا 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 لا، ماشي هذيك اللي في بالك، هذه شطابه سحريه. وكتغوت عليهم كتقول لهم سيروا من هنا، هاد البلاصه ماشي ديالكم. وكطير وكتخليهم. وغلوبر وغاغلر كيكونوا مرعوبين الا بال كتجري موراها حتى كتوصل للمخبأ السري ديالها، وكتحاول تقنعها تعاونهم باش هكا حتى هي غادي تستافد وتنتصر على تريستان وتاخذ حقها منه، حيت هو سببها في عذابها، وان الحق خصو ينتصر ويعرفوا الناس انك مظلومه وماشي انت اللي قتلتي الملك، انما الشرير تريستان هو مول الفعل. وكتوافق. واخيرا وكتجري بال برا باش تفرح الفرقه ديالها بان الساحره وافقت تعاونهم. ايوا سيادي، هنا الساحره كتبغي توجد الوصفه السحريه اللي غتعتق بها الامير، ولكن ما كتلقاش المقادير كاملين وكيتحركوا بالزربه لديك المنطقه. ومنين كيوصلوا كيكونوا ركابهم غادي يتحشوا بالخلعه حيت عارفين باللي المكان عامر بالوحوش الخطيره. ولكن كيتفاجئوا منين كيخرج لهم واحد الحاولي كيوت كيليميني مبطبط زوين كيلعب معاهم، وكيبان حتى واحد السراح الغنم حتى هو ظريف وكيوت والناس. ايوا كيبدا يرحب بهم وكيعاود لهم على الحاولي ديالو انه كيموت على الماكله. وكيهز غروبر عصا وكيحاول يحطها في ميكا. منين كيجرها الشمس كتغيب، وبوغرن جاي في اتجاههم باش يشدهم، وكيتخبط مع الصخره حتى كتلاح وكيطيحوا هما للارض، وكينجرفوا ويبعدوا بمسافه كبيره على بوغرن. ومن بعد كيديو داك الخير والبركه ديال السي بوغرن كيعطيوه للساحره، وكتبدا تخلط وتجلط وكتعطي للامير يشرب، وفعلا كيرجع لصفته الحقيقيه. وكيفرحوا كاملين بهذا الانجاز. وكيمشي كروبر عند بال وكيقول لها باللي هانتي مولاتي الاميره، راني وفيت بوعدي معاك، يلا بيني لي حتى انتي واعطيني رتبه فارس. ايوا كتجيه للصراحه ما بقى ما يتخبى، وكتقول ليه باللي راها ماشي اميره وغير كذبات باش تحفزو ويعاونهم باش تاخذ الكنز اللي وعدها الامير به.
ما كيعرف راسو باش تبلا مسكين، كيحني راسو وكيمشي ويخليها. اش غيقول؟ ما عنده ما يقول. وكتبعو بال كتجري وكتعيط ليه يرجع، حتى كيوقف عليهم هاد المنحوس كحل العفطه. تريستان هو والفرقه ديالو ربعت الشلاهبيه، وكيقول لهم باللي صافي اللعبه سالت هنا، وكيعطي الاوامر ديالو وكيتيري واحد من رجالو على كروبر بالسهم. ولكن بيل كتجري وكتلاح عليه وكيجي السهم فيها وكطيح سخفانه. والفرقه ديال تريستان كيرميو الامير من الجسر وكيشدوا بقيه الناس اللي معاه. ومن بعد كيمشي كحل العفطه للمملكه وكيقول لهم باللي الامير الامير فينا هو الامير؟ مات الامير؟ هو عرفتو شكون اللي قتلو؟ هادي ها هي، هاد الساحره هادي هي مولات الفعله، وانا حيت بطل هاني شديتها وجبتها ليكم بيدي هي والمساعدين ديالها. وفي هاد الوقت كنشوفوا بال وكنعرفوا انها ما ماتتش، باقا عايشه. البلان ما فيه ان داك التمثال اللي كان عاطيها كروبر كهديه هو اللي هز عليها الدقه، وكتشكر بينها وبين راسها كروبر اللي بهاد الهديه كيكون عتقها من الموت بطريقه غير مباشره. وكتضرب طلع على الجسر كتلقى الامير ما ماتش حتى هو، بقى معلق في واحد الحجره ومبلوكي ما قادرش يتحرك. وكتركب على الشطابه، الا ماشي هذيك اللي فراسكم، الشطابه السحريه الله يخليكم. ايوا كتهبط بها تعتق الامير وكيمشيو بجوج للمدينه وكيوصلوا في الوقت المناسب اللي يلاه غيكونوا كيحاولوا يقطعوا راس كروبر. بلا وكتخرج بال طايره كتدح داك اللي كان غينفذ حكم الاعدام وكتعتق كروبر. وكتعاود القصه من طقطق حتى السلام عليكم للشعب اللي كيبقاو مدهشرين. وكحل عفطه كيقول لها بكل بروده الدم ما تعذبيش راسك، ما كاينش اللي غيثق بيك. وفي هاد اللحظه كيدخل الامير والناس كلها كتطيق هضرت بال فاش كيشوفوا الامير. طبعا شويه كيقول لهم هانتوما شوفوا الهيها واحد الفريخ والهبل من نيتهم كلشي كيدور. وكيضربها تريستان بجريه كان هنا ما تلفتش. من بعد كيطرى انقسام في المملكه، ناس كتأيد الامير وناس كتأيد تريستان وكتنوض الحرب. وبال كتفك صحابها باش يعاونوا في الحرب. وكتطلع بيل مع الساحره للمعمل ديال تريستان وكيلقاو تريستان كيشرب الكلب ديالو واحد التركيبه سحريه اللي كتردو من كليب لتنين عملاق. باب 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 باب. كتعلق بيل وكيتبعها الكليب بغيت نقول العملاق. وهنا الساحره كتبقى في المعمل كتصنع تركيبه مضاده ديال تريستان اللي بيها غيرجع الكليب للحجم ديالو الطبيعي. وكطير الساحره وتعطي المحلول البال كتقول لها شربيه للعملاق يرجع كلب. وهنا كيشوف كروبر العملاق وهو هاز بال وكيعرف انها في خطر وكيجيب البارود كيعمر به المدفع وكيطير به باش يعتق بال. وفعلا كيعتقها قبل ما تطيح للارض. وكيكونوا واقفين على التمثال ديال الملك اللي مات بابا الامير رونالد. وكياخد كروبر الوصفه السحريه من بال وكيقرب منهم العملاق وكيضرب كروبر بالديل ديالو وكطيح منه القرعه اللي فيها المحلول وكيتزلع في الارض. وكيعتذر من بال حيت هو السبب ضيع المحلول اللي كان غيفكهم من العملاق. وكتقول ليه بال باللي انت كان حلمك تولي فارس، وانا من اليوم وليت كنعتبرك انت هو الفارس ديال حياتي والصديق الوفي والمخلص ليا. وكتفكر بال شعار المدينه اللي هو الا كنتي باغي تبني مدينه خصك تكون عارف النبلاء فين كاينين. وكتقول ليه بما ان النبل كيكون جاي من القلب يعني اكيد الكنز غيكون في القلب ديال التمثال. وكتدفع الحجره اللي على شكل قلب وكتلقى صندوق. وهنا كيتسلط عليهم كحل عفطه تاني وكيقول لهم باللي غياخد ليهم الكنز. وكيرمي كروبر الصندوق كامل وكينزل تريستان بالعملاق مورا الصندوق. ولكن كيتصدم فاش كيلقى بلي الصندوق عامر غير بالاوراق. وهنا بال جاتها فكره ذكيه، هزات واحد العظم غمساتو مزيان في داك المحلول ولاحتو للعملاق. بما ان الكلب كيبقى غير كلب شاف العظم وتهاوش عليه، دار المحلول المفعول ديالو وتفش العملاق ورجع كليب. وهنا تمثال ديال الملك كيريب وكيحط كروبر بال في المدفع هي والحيوانات ديالها باش يحميهم وكيضحي براسو. وهنا كنشوفوا باللي الامير والشعب اللي معاه هما اللي ربحوا الحرب وكيطردوا تريستان واللي مساندينو للابد من هاد المدينه. وكنشوفوا هنا غاغلر وهو كيقلب على بال وكيطمئن فاش كيلقاها باقا حيه. وكتمشي تجري تقلب على كروبر اللي كتلقاه مرمي على الارض وكتبدا تبكي وكتقول ليه عافاك ما تخلينيش، انت هو الفارس ديالي وافضل صديق عندي.
وفي هاد اللحظه كيحل عينيه وكيقول لها بلي انا معاك ديما، وكل شي كيفرح وكيمشي الامير يشكرهم كاملين حيت عاونوه وردوه لسيفته الحقيقيه وعاونوه في الحرب حتى تفك من الاشرار. وبيل كترد البال من الوراق اللي كانوا في الصندوق وكتلقاها عباره على رسومات البنايات، وكتقول لهم باللي كنز الملك الحقيقي هو اننا نعاودوا بناء المدينه ونردوها احسن من الاول، والملك رسم لينا كل شيء. وكتدوز الايام وكتبان لينا بيل في السطح من جديد وبنفس الطريقه اللي بدا بها الفيلم، وكتمشي عند الملك باش تطمئن عليه وكتلقاهم كيبنيو دار للايتام ودار للرعايه وكيديروا اشياء زوينه للمدينه ديالهم باش يخليوها احسن مدينه في العالم كامل. تكون هذه هي النهايه ديال القصه. اذا كملتي الفيديو حتى الاخر بغيت نقول لك ما تنساش معاك جيم وتعليق قول لي فيه كي جاتك القصه، وبتابونا باش يوصلك كل جديد ملخصات الافلام. في امان الله.